ندخل على على الصنف اللي بعده، اللطيف اللي بعده، نفس ذات صاحبتها بعد ما رفضت العريس الاولاني، صاحبة مامتها جابت لها عريس تاني. طب يا طنط انت عارفه ان الاولاني ماشي بشورت امه واخته، ده بالشورت والطب وكل بقت خلاص بقى. وبعدين انتوا خلاص عرفتوا ان انا بجيب حاجات مش هي، بتتوافقوا على عرسان تاني ليه من نفس طرف الست دي؟ ما تشوفوا واحده تانيه تشوف لكم عرسان يا جدعان. ما خلاص جربناها مره واحده خلاص خلصت بقى كفايه، تتعلموش. جابت لها عريس تاني، بس المره دي هي تعرف العريس ما تعرفش امه، يعني العريس الاولاني كانت تعرف امه، المره دي عارفه الولد نفسه هو اللي زميل ابنها حاجه كده يعني. المهم المره دي الولد هو اللي جه لوحده بقى. قلت لها طب انا في ذات نفسي بقى بقول لها طب حلو ما جابش امه واخته الاول. قالت لي لا المره دي بقى جه لوحده. وانا اول لما شفته قلت حلو، مش ما دخليش بقى